السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وبشكر الناس اللي متابعاني، وأتمنى الناس اللي مش متابعاني والناس اللي مش اشتركتش تشترك بعد الموضوع بتاع إمام عاشور. ولسه هنتكلم على الصفقة بتاعت إمام عاشور والإعلان بتاع النادي الأهلي عنها، وأنا من أول الناس اللي اتكلمت على الصفقة دي، وناس كتير جدا كانوا بيقول لا مفيش الكلام ده، وبفضل ربنا طلع كلامي مظبوط. طيب مبدئيا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الهجريه، ان شاء الله ربنا يجعلها سنه خير على الجميع ان شاء الله. عندنا شويه حاجات النهارده وشويه مواضيع هنتكلم عليهم النهارده. هنتكلم على امام عاشور وانضمامه للنادي الاهلي رسميا واعلان الصفقه النهارده، وهنتكلم على ايمن اشرف، هنتكلم على موريكا، هنتكلم على سوزة، وهنتكلم على اتحاد الكوره، وهنتكلم على رضا سليم. وعندنا كلام كتير جدا على نادي الزمالك وعلى صفقات نادي الزمالك واحتراف زيزو من نادي الزمالك. طيب الاهلي النهارده بيعلن رسميا انضمام امام عاشور للنادي الاهلي، وبيعلن ان امام عاشور اهلاوي لمده 5 سنين. الصفقه دي هزت الوسط الرياضي والكروي بتاع مصر كلها. دي نقدر نقول عليها صفقه من صفقات القرن، دي اللي ممكن يعني بنسبه كبيره قوي نقول عليها صفقه القرن. الاهلي لعبها صح اهو مع امام عاشور ومع نادي الزمالك، وقدر يخلص امام عاشور وصور الراجل خلاص، والراجل بقى رسميا ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي، وينضم للتدريبات بعد مباراة حرس الحدود ان شاء الله، ويسجل في القائمة المحلية والقائمة الافريقية، واي بطولة الاهلي هيدخل فيها ان شاء الله باذن الله. احنا اتكلمنا كتير قوي على امام عاشور، واحنا كلنا عارفينه، اهلاويه وزملكاويه عارفين امام عاشور اللي هو لعيب مهم، لعيب بيعرف يشوط رجل حلو قوي على الجون، لعيب مهاري، لعيب سريع، لعيب مفيد لاي فرقه يلعب فيها. وهو بيلعب في الزمالك كان هو وزيزو بس، هما الاثنين دول شايلين الفرقه كلها. فنتمنى له الخير ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى له الانسجام مع بقيه زملائه في الفرقه، ونتمنى له الخير ان شاء الله، ونتمنى نشوف لعيب كويس في النادي الاهلي وفي خط نص النادي الاهلي، ويعوض غياب حمدي فتحي. نقول مبروك للنادي الاهلي على انضمام امام عاشور، لعيب كويس جدا وصفقه محترمه جدا، ونقول مبروك لامام عاشور انضمامه لنادي القرن الافريقي. طيب بوبو احنا اتكلمنا في بوبو، والكلام يا جماعه اللي احنا بنقوله بفضل ربنا، يعني اولها صفقه امام عاشور اهي تثبت لكم اللي احنا كلامنا صح بنسبه 100%. اتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، والناس تتابعني وتتابع الفيديوهات بتاعته كلها، هتلاقوا عندي كل جديد ان شاء الله. طيب بوبو، انا قلت لكم بوبو واتكلمنا على الموضوع بتاع بوبو خلصان بنسبه 100% اهلاوي. بس مشكله بوبو كان فيه شويه رتوش مع الفرقه بتاعته، مع اداره نادي فيوتشر، وبنسبه 100% خلاص كلها يومين 3 وبوبو هيعلن الاهلي يعلن صفقته ان شاء الله باذن الله. خلصنا قصه بوبو وخلصنا قصه امام عاشور. طيب هنخش بقى في سوزة. يعني انا قلت لكم الكلام ده من بدري جدا، قلت لكم في مهاجم اسمه سوزة هيكون مهاجم النادي الاهلي. الراجل ده برازيلي عنده 30 سنه، ونزلت صورته امبارح عندي في الحلقه بتاعت امبارح بنسبه كبيره جدا. سوزة بكره بعد بكره هنشوفه هنا في القاهره بيمضي العقود بتاعته، والاهلي بيعلن الصفقه بتاعته، وهو مهاجم هيبقى مفيد جدا لان احنا اتكلمنا عليه. واقول لكم تاني سوزة مواصفاته ايه. سوزة اولا عنده 30 سنه، لعيب هيدرز حلو قوي، كويس قوي، ويفيد النادي الاهلي، محطه كويسه جدا، اللعيب طوله طويل، راس حربه، لا راس حربه يليق بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي يليق على سوزة ان شاء الله باذن الله. نتمنى له الخير والتوفيق، ونشوف راس حربه محترم يفيدنا في البطولات اللي احنا هنشترك فيها كلها ان شاء الله. عندنا كاس عالم، وعندنا كاس افريقيا للانديه، وعندنا كاس السوبر الافريقي، وعندنا كاس سوبر افريقي، وكاس السوبر الافريقي، البطوله بتاع كاس السوبر. عندنا بطولات كتير جدا، والدوري وكاس عندنا بطولات كتير جدا. الاهلي بيحتاج في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه واكتر من كده كمان. ساعات بتلاقي اصابات كتير جدا في مكان واحد، فاحنا محتاجين اكتر من لعيب في كل مكان، لان احنا عارفين الاهلي بيشترك في بطولات كتيره جدا.
اتكلمنا امبارح على موليكا، وموليكا الاهلي بيتفاوض مع النادي بتاعه. موليكا خلاص يعني بالنسبه لي هو الراجل موافق بنسبه 100% اللي هو يجي النادي الاهلي، وده حلم من احلامه اللي هو يلعب في النادي الاهلي. طيب ينفع موليكا يجي مع سوزا؟ ينفع موليكا يجي مع سوزا. انت ممكن تلعب باثنين رؤوس حربه، وممكن تلعب بواحد بس منهم. كده كده قلنا هنشترك في بطولات كتير وهنحتاج لعيبه كتير، فزياده الخير كتير. لو جه موليكا كده محمد شريف هيقدر يحترف، لان محمد شريف جاي له عروض من الخليج وجاي له عروض من الدوري المصري. لو سوزا انضم وموليكا كده بنسبه 100% محمد شريف خارج. ولازم محمد شريف يخرج بره النادي الاهلي يستعيد ثقه، يلعب كتير ويستعيد ثقه ويرجع يهدف. هيرجع ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله واقف على رجله، وهو احنا عارفين ان هو لعيب كويس ان شاء الله باذن الله. ايمن اشرف، وايمن اشرف النهارده الاهلي بيودع ايمن اشرف. النهارده كان اخر يوم ليه ونتمنى له الخير. ايمن اشرف لا ادى الاهلي كتير يا جماعه. الراجل كان بيلعب باك ليفت، وكان بيلعب مساك في المكان اللي المدرب يحط فيه ايمن اشرف، ايمن اشرف يتحط فيه. ايمن اشرف النهارده بالبلدي كده ما لمس الموسم ده، ما لمس الكوره. الراجل ما سمعناش صوته، ما سمعناش ليه تصريح، ما اتكلمش ولا ربع كلمه. انا ما بلعبش، انا مش عارف ايه، المدرب راكني. طب المدرب ما فيش اي كلمه بالكلام ده ايمن اشرف عمل. بنشكر ايمن اشرف على الفتره اللي هو قضاها مع الفريق. وايمن اشرف احنا عارفين اللي هو ابن النادي ومن ناشئين النادي الاهلي، وطلع لعب في سموحه وطلع لعب في كذا نادي، ونتمنى له الخير ان شاء الله باذن الله في النادي اللي هيختاره. وان شاء الله باذن الله نشوفه في الموسم الجاي لعيب كويس جدا جدا، وربنا يكرمه وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. كلام على رضا سليم المغربي، وقلنا رضا سليم المغربي في النادي الاهلي. اللعيب صغير، لعيب مهاري، لعيب كويس قوي، هيفيد النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هنشوفه قريب في النادي الاهلي. اللعيب عامل زي اضراب كده، ومش راضي ينزل تمرينات بتاعه الجيش الملكي الفريق المغربي اللي هو بيلعب فيه. واظن ان الموضوع ده بالاتفاق هو واداره النادي بتاعته، عشان الجماهير بتاعته ما تهكش على الاداره ولا على اللعيب. فان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره قوي رضا سليم موجود معانا في النادي الاهلي. ولو رضا سليم جه زي ما قلنا موليكا لو جه محمد شريف هيخرج بره. ولو رضا سليم جه القندوسي بنسبه كبيره جدا 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 هيبقى خارج النادي الاهلي على سبيل الاعاره او على سبيل البيع. نتمنى اللعيب ان شاء الله باذن الله نشوفه لعيب مفيد جدا و ممتاز قوي في لعب رقم 8 ولعب رقم 10. هنشوف لعيب كويس قوي بطعم التريكه كده وبطعم اللعيبه اللي انت تحب تتفرج عليها. طيب اتحاد الكوره اعلن ان شاء الله باذن الله يوم 27 الجاي هيفتح القيد تسجيل اللعيبه المحليه. ان شاء الله باذن الله اللعيبه ان شاء الله اللي هتتضم معانا ان شاء الله باذن الله هتتسجل يوم 27. امام عاشور ان شاء الله، سوزا، لو قدرنا نجيب موريكا، لو قدرنا نجيب باذن الله رضا سليم. واحنا عارفين اللعيبه اللي رجعت، كريم نكفد رجع النادي الاهلي خلاص وكولر موافق عليه وكولر معجب بيه هو وصلاح محسن. ومحمد شكري باذن الله لاعب سيراميكا اللي احنا قلنا كان خارج بيع لنادي سيراميكا، بس كان عنده بند في النادي الاهلي في العقد بتاعه اللي النادي الاهلي يقدر يسترده ب5 أو 6 مليون جنيه تقريبا ان شاء الله. اتكلمنا عن النادي الاهلي واتكلمنا على اخبار النادي الاهلي، وبفكركم يا جماعه بعد اذنكم اشتركوا في القناه بتاعتي، ولان الاخبار بتاعتي بفضل ربنا بتطلع صحيحه. و الموضوع بتاع امام عاشور خير دليل على الكلام ده، لان انا متكلم من زمان جدا على امام عاشور وقلت لكم امام عاشور يا جماعه في النادي الاهلي. هنتكلم عن نادي الزمالك وعلى مفاجاه في نادي الزمالك. احنا عارفين نادي الزمالك للاسف مفيش فلوس في النادي ومحجوز على الارصده بتاعته في البنوك. طيب احنا عارفين ان نادي الزمالك محتاج لعيبه كتيره جدا، وهيشترك في البطوله العربيه وهيشترك في البطوله الافريقيه وهيشترك في الدوري والكاس. واحنا شايفين المباريات بتاعت نادي الزمالك ان نادي الزمالك محتاج لعيبه كتيره جدا، ومحتاج للاسف برضو فلوس عشان عليه غرامات لازم يسددها، لان لو ما سددش الغرامات
ممكن القيد بتاعه يتوقف، و احنا نتمنى للزمالك القيد بتاعه ما يتوقفش. انا اتمنى من الناس اللي الزمالك يعمل صفقات كويسه بحيث يبقى الدوري كويس، يبقى عندنا نادي الزمالك قوي، نادي الاهلي شايفينه بسم الله ما شاء الله قوي، نادي الزد انا شايفه اللي هو بيجيب لعيبه ويبقى كويس ان شاء الله، نادي الجونه بيجيب برده لعيبه، بيراميدز حدث ولا حرج عنده شويه لعيبه الله اكبر، ولسه بيجهز وبيجيب لعيبه كتير ومش عارف ايه، وبيدور على رضا سليم، وبيدور كان عايز امام عاشور. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك، و ربنا يكرمه يقدر يسدد الغرامه بتاعته، ويتفادى قصه ايقاف القيد دي، ويدعم بلعيبه جديده. الزمالك احنا عارفين عايز يضم محمود حماده واحمد ميهوب، وبيتكلم على محمد حمدي الباك ليفت بتاع نادي انبي، وبيفكر بشكل جدي ان هو يجيب بن شرقي لو جه الاداره بتاعت الزمالك هتبقى عملت حاجه صفقه كده بوم. يعني هو بصراحه بن شرقي مفيد جدا للزمالك، وهو الراجل بيحب نادي الزمالك وزملكاوي، ونتمنى نشوفه في نادي الزمالك بيعمل طعم وبيعمل شكل حلو قوي في الزمالك. نتمنى نشوفه ان شاء الله باذن الله هو بقيه اللعيبه اللي الزمالك عايز يتعاقد معاهم. طيب المفاجاه اللي في نادي الزمالك هو زيزو جاي له عقود احتراف من تركيا ومن اليونان ومن الخليج، بس هي في حدود 3 ل 4 مليون دولار. الزمالك بيفكر يبيع بزيزو بس مش بالمبلغ 3 و 4 مليون دولار دول، واحنا عارفين ان زيزو يستاهل اكتر من كده بكتير جدا. الزمالك بيفكر يبيع زيزو بس على الاقل ضعف المبلغ ده، 7 مليون دولار 8 مليون دولار. لو زيزو اتباع هيسدد جزء كبير قوي من ديون النادي الزمالك، وهتقدر اداره الزمالك تتعاقد مع اللعيبه اللي هي عايزه تدعم بيها النادي الزمالك. واحنا كلنا شايفين ان نادي الزمالك محتاج تدعيمات في الخطوط بتاعته كلها. اتمنى من حضراتكم اني اشوف منكم تعليقات في الحلقه دي على صفقه امام عاشور، واتمنى من حضراتكم تقولوا لي اخواتي الزملكاويه بقى تتمنوا زيزو يخرج على سبيل الاعاره ولا على سبيل البيع، وتتمنى اللي هو لو اتباع الفلوس بتاعته نقدر نسدد بيها ديون نادي الزمالك ونقدر نجيب بهم لعيبه. عايز اشوف اراء اخواتي الزملكاويه، وعايز اشوف اراء اخواتي الاهلاويه في موضوع امام عاشور. وفي النهايه بشكر حضراتكم، وبشكركم على حسن استماعكم ليا، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناه، واتمنى الناس واخواتي اللي ما اشتركتش عندي في القناه تشترك عندي ان شاء الله. وبشكركم، وكل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية بمناسبه عيد السنه الهجريه، راس السنه الهجريه. وفي النهايه بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.